السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مس داليا وفيديو جديد للصف السادس الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنحل أسئلة كتاب الأضواء على القواعد النحوية إعراب الفعل المضارع الجزم. عندنا هنا أكمل كل جملة بفعل مضارع مناسب واضبطه. لام نقط أخاك مثلا لتحترم أخاك، الضبط هتبقى سكون. لا نقط في يدا واجبك، لا تهمل في يدا واجبك، وبرضو الضبط هيبقى سكون. لم نقط أحمد عن موعد الحفل، لم يتأخر أحمد عن موعد الحفل، وبرضو هتبقى على الراء سكون. عندنا بعد كده أنشطة الأضواء. نشاط واحد، ضع خط تحت الفعل المضارع في الجمل الآتية وحدد علامة الضبط. لم أترك واجبي يوما. عندنا هنا الفعل المضارع أترك، علامة الضبط السكون. قد سبق بحرف جزم اللي هي لم. لا تكذب في القول، عندنا تكذب، وبرضو علامة الضبط السكون، وبرضو سبق بلا الناهية. لتكتب بخط جميل، هتبقى عندنا هنا كلمة تكتب، برضو علامة الضبط السكون. طبعا احنا بنكتب كلمة سكون، تمام، ما بنحطش العلامة بتاعتها. وبعد كده سبق بلام الأمر. بعد كده نلاحظ من خلال الأمثلة أن الفعل المضارع قد سبق بلام ولا الناهية ولام الأمر، وهي طبعا حروف جزم، تمام، اللي هي أول واحدة هي حروف جزم. أن نوع المضارع طبعا صحيح، نقط الآخر صحيح الآخر يعني. أن الضبط الذي على آخر المضارع هو سكون. نستنتج من ذلك أن المضارع إذا سبق بحرف جزم زي اللي هو لم ولا الناهية ولام الأمر وكان صحيح الآخر يكون مجزوما وعلامة جزمه ايه؟ السكون. ما ننساش بنكتب هنا طبعا الثلاث حروف اللي هي لم، تمام، اللي هم اللي احنا كتبناهم هنا، ولا الناهية ولام الأمر، بنكتب الثلاثة دول بنكتبهم هنا، تمام. بعد كده عندنا نشاط 2، اختر أنت لم تفعل إلا الخير. الفعل المضارع في الجملة السابقة طبعا مجزوم. قال أبي لتقل خيرا أو لتصمت، علامة الجزم السكون، تمام. لا تعذب ضعيفا، لا في الجملة أداة جزم. عندنا بعد كده نشاط 3، ضع خط تحت الفعل المضارع ثم اضبطه واذكر السبب. لا ترفع، ترفع عندنا هنا وهنحط سكون على العين. اذكر السبب لأنه سبق بلا الناهية أو مجزوم بلا الناهية، لأنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه سبق بلا الناهية. لتكن منظم الوقت، هنا هتبقى تكن برضو في سكون على النون، تمام، والسبب ان هو لام الامر. بعد كده المعلم لم يهمل طلابه، يهمل هنا اللام برضو عليها سكون ومجزوم بلام. ايها الطالب لا تعرض عن زملائك، تعرض هنا هتبقى سكون عضاد ومسبوق بلا الناهية، تمام. بعد كده نشاط 4، أدخل أداة جزم على المضارع في الجمل الآتية وغير ما يلزم ثم اذكر علامة الجزم. عندنا هنا يسعى الرجل على رزقه، هندخل
أداة جزم، فنقول ليسع الرجل على رزقه، وهنا علامة الجزم اللي هي حذف حرف العلة. تمام، اللي هي طبعا الياء. بعد كده يقضي القاضي بالحق، هنا هيبقى برضو ليقض القاضي بالحق، وبرضو نفس الجملة هنكتب حذف حرف العلة بين قوسين اللي هو الياء. يتمنى الأطفال السلام، ليتمن، وبرضو هيبقى حذف حرف العلة بين قوسين الياء. ينتمي الإنسان لوطنه، هتبقى لينتم، وبرضه هتبقى حذف حرف علامة الجزم حذف حرف العلة، بس بين قوسين هتبقى الياء مش الواو. تمام. نشاط 5، ضع خطا تحت الفعل المضارع في المجموعتين ثم لاحظ واكتشف. عندنا هنا لاحظ الفرق بين الفعل في المجموعتين. فعل المضارع في المجموعة ألف، نوعه ايه؟ صحيح ولا معتل؟ يمشي الولد بسرعة. أنت تدعو أصدقائك لحضور الحفل. ينهى المعلم طلابه عن الإهمال. عندنا ده كله ده يبقى معتل الآخر. فعل المضارع في المجموعة ب، سبقته حروف. لم يمش الولد، لا تدع أصدقائك، فلينهي المعلم. طبعا كله ده أدوات جزم، فلذا فهو مجزوم، فعل مضارع مجزوم. الفعل المضارع في المجموعة ب نقط حرف العلة، لو ب يبقى كده محذوف حرف العلة. نستنتج مما سبق أن المضارع إذا كان معتل الآخر فإن علامة جزمه حذف حرف العلة. تمام. بعد كده نشاط 6، ضع خط تحت الفعل المضارع المجزوم ثم اكتب علامة الجزم. لا تتكبر على الناس، هنا تتكبر وهتبقى السكون. لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، برضه هتبقى السكون لأن ده كله ده صحيح الآخر. أنت لم تؤذى أحد، تؤذى هنا حذف حرف العلة، حذف حرف العلة اللي هو الياء. تمام. بعد كده ليستعن كل منكم بالله، ليستعن برضو نفس الكلام حذف حرف العلة. لا تنسى واجبك، يبقى هنا برضو حذف حرف العلة. لم يسافر الوفد بسبب إلغاء الرحلة، يسافر هنا السكون. لتسع في فعل الخير، تسع هنا برضو حذف حرف العلة. لا تقاطع المعلم في أثناء الشرح، دي هنا تبقى السكون. لتهتم بصحتك ولياقتك، تهتم هنا سكون. لا ترمي القمامة خارج السلة، ترمي هنا حذف حرف العلة. 7، ضع مكان النقط فيما يأتي فعل مضارع مجزوم وبين علامة الجزم. عندنا لام نقط خيرا أو لتسكت، يبقى لا تقل خيرا أو لتصمت أو تسكت، هتبقى هنا السكون. بعد كده لا نقط سرا ائتمنت عليه، ممكن نقول لا تفش سرا ائتمنت عليه، وهنا هتبقى حذف حرف العلة في كلمة تفش. لم نقط سفن الفضاء لجميع الكواكب، هنقول مثلا لم تصل، وساعتها هتبقى السكون. نقط كل مجتهد ثمرة جهده، هنقول يجن كل مجتهد. تمام. فهنا ساعتها هتبقى حرف العلة لأن هي المفروض يجني. لا نقط وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، هنقول لا تتابع، فيبقى ساعتها السكون. لم نقط السائق بإشارات المرور، هنقول لم يلتزم السائق بإشارات المرور. بعد كده هنا عندنا نشاط 8، ضع مكان النقط فيما يأتي أداة جزم وبين علامة الإعراب. عندنا نقط تزعج جيرانك بأفعالك، هنقول لا تزعج جيرانك، يبقى كده عندنا
علامة الإعراب السكون. نقط يتقن كل منكم عمله، ليتقن اللام، وهنا هتبقى برضو السكون. نقط تدخل فيما لا يعنيك، هتبقى لا، وبرضو هنا هتبقى السكون. نقط يشرب الطفل العصير، لم يشرب الطفل العصير، برضو هتبقى السكون، لأن كلهم صحيح الآخر، فعشان كده كلهم هيبقوا سكون. نقط اقتنع بما قلته عن الموضوع، هنقول لم، برضو السكون. نقط تبتعد عن أصدقاء السوء، ليه تبتعد، فتبقى برضو السكون. وقلنا عشان كلهم فعل مضارع صحيح الآخر، فعشان كده علامة الإعراب السكون. نشاط 9، حدد علامة الإعراب ما تحته خط. لم يفز الفريق في المباراة، يفوز كده هتبقى السكون. لا تفقد الأمل مهما حدث، برضو السكون. لم تعجب إدارة المدرسة بسلوك الطالب، سكون. لم ينتهي المعلم من شرح الدرس، ينتهي اللي هو حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. لتعمل بإخلاص في وظيفتك، هنا هتبقى سكون. لتحترم كبار السن، هتبقى سكون. لا تساو بين الملتزم والمهمل، هتبقى برضو حذف حرف العلة اللي هو الياء، بين قوسين هنقول الياء. بعد كده عندنا نشاط 10، لاحظ نوع لا في المجموعتين ثم اضبط الفعل بعدها. لا تتأخر عن درسك، عندنا هنا دي هتبقى تتأخر الراء عليها سكون. في رقم ب، أنا لا أتأخر عن درسي، هنا هتبقى الراء عليها ضمة، تمام، لأنه فعل مضارع مرفوع. بعد كده لا تسرف في الماء، تسرف هنا هتبقى سكون على الف، هو لا يسرف في الماء، فهتبقى عليها ضمة، الفاء عليها ضمة، تمام، هي محطوطة أصلا الفاء عليها ضمة. نشاط 11، برضو لاحظ الفرق ما بين المجموعتين ثم بين نوع الفعل بكل منهما. لتأكل بيدك اليمنى، عندنا تأكل هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لأنه دخلت عليه لام الأمر أو سبق بلام الأمر. بعد كده عندنا كل بيدك اليمنى، كل هنا هتبقى فعل أمر، فعل أمر، يبقى ده فعل مضارع وده فعل ايه أمر. بعد كده لتخفض من صوتك، عندنا تخفض هنا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، واخفض هنا فعل أمر، تمام. بعد كده نشاط 12، حدد نوع اللام في كل جملة ثم أعرب ما بعدها. عندنا أول حاجة أذاكر لأنجح، وبعد كده لتذاكر بجد، أذاكر للنجاح. عندنا أول لام دي لام تعليل، فيبقى ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة. لتذاكر بجد دي هتبقى لام الأمر، وده ساعتها هيبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. أذاكر للنجاح دي ساعتها هتبقى لام جر، والنجاح اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنها مفرد. نشاط 13، مر زميلك بما يأتي مستعملا لام الأمر مع ضبط آخر الفعل. الانضمام إلى جماعة الخطابة، هنقول لتنضم إلى جماعة الخطابة. بعد كده الاستيقاظ مبكرا، لتستيقظ مبكرا. أن يستثمر وقت فراغه، هنقول لتستثمر.
أن يذاكر دروسه لتذاكر دروسك. بعد كده عندنا نشاط 14. اجعل الفعل المضارع في الجمل الآتية مضارعا مع بقاء معنى الجمل منفيا مستخدمة الأداة لم. ما حكم القاضي إلا بالعدل. عندنا هنقول لم يحكم القاضي إلا بالعدل. بعد كده ما قصر معلم في عمله، هيبقى لم يقصر معلم في عمله. ما وصل إلى المجد كسول، لم يصل إلى المجد كسول. ما كذب سمير في كلامه، هيبقى لم يكذب سمير في كلامه. تمام، وبنكمل بقية الجملة. بعد كده عندنا نشاط 15. صوب الخطأ النحوي في الجمل الآتية. عندنا لم يتعافى المريض من مرضه، هنا هيبقى يتعاف، يعني نشيل الياء اللي في الآخر. لا تحكم على الناس من مظهرهم، تحكم هنا الفتحة اللي على الميم هتخليها سكون. لتطع والديك، تطع هنا هتبقى برضو العين عليها سكون. لا تبخس حق الناس، برضو نفس الكلام هتبقى سكون على السين مش فتحة. لم يجتمعوا أعضاء مجلس الإدارة حتى الآن، برضو هتبقى على العين عليها سكون. لا تخالف القانون، تخالف هنا هتبقى الفاء تحتها كسرة مش ضمة. بعد كده عندنا نشاط 16. لن نودع مشكلة البطالة التي تهدد المجتمع إلا بتعاون الجميع، ولكي تنتهي هذه المشكلة يجب أن نخطط تخطيطا سليما، والدولة الآن تسعى من أجل أن تقضي على البطالة. وضح سبب نصب الكلمات. أول واحدة اللي هي مشكلة لأن دي مفعول به، والتانية هتبقى فعل مضارع منصوب بالفتح. عندنا استخرج فعل مضارع مرفوع اللي هي كلمة تهدد، تمام، اللي هو دي. ظرف عندنا مثلا اللي هي كلمة الآن، ده ظرف زمان طبعا. مبتدأ اللي هي كلمة الدولة، ويحدد علامة الإعراب اللي هي الضم. بعد كده عندنا اضبط كل مضارع فيما يأتي ذاكرا السبب. عندنا يصل المجتهد إلى غايته، يصل هنا هتبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لم نسالم إلا من يسالمنا، نسالم هنا هتبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، تمام. ويسالم هنا هتبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الحسود لن يسود، يسود هنا هتبقى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لا تسخر من أصدقائك، تسخر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. يجب أن نعمر الصحراء لينتشر الرخاء، يجب هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وبعد كده كلمة نعمر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وينتشر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يذهب محمد إلى النادي يلعب بالكرة، يذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويلعب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد كده نشاط 17. الجندي المصري هو درع الأمة، وهو وسيلة آمانها وآمانها، فعدوه لم يستطع أن يحقق عليه الانتصار، لأن حب مصر متأصل في دمه، ولأنه مؤمن بربه سبحانه وتعالى، كما أن جميع المصريين يقفون خلفه مساندين ومؤيدين بارك الله فيهم، فهم خير أجناد الأرض. أعرف عندنا كلمة وسيلة دي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مؤمن بربه هنا الباء حرف جر، ورب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل مضاف جر مضاف إليه. عندنا جميع المصريين مضاف إليه مجرور.
مضاف إليه مجرور. بارك الله، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. استخرج خبر ناسخ لحرف ناسخ وبين نوعه. خلي بالكم ان حرف ناسخ هنا مش فعل ناسخ. الحرف ناسخ إن وأخواتها، فعل ناسخ كان وأخواتها. فهنا هنجيب كلمة متأصل. تمام، متأصل طبعا النوع بتاعها مفرد، فعل مضارع مجزوم اللي هو كلمة يستطيع. يستطيع اهي، يستطيع وساعتها هتبقى السكون. فعل مضارع منصوب اللي هو عندنا يحقق وساعتها هتبقى الفتحة. فوق ذو منطق طيب. ادخل إن على الجملة مرة وكان مرة، هتبقى إن فاك ذو وبعد كده منطق طيب وبعد كده كان فوك ذا وبرضو منطق طيب. بقينا علامة نصب ما تحتها خط. إن الأب كريم، دي علامة النصب هتبقى الفتحة. التانية إن أباك كريم هتبقى الألف. بعد كده اختبر نفسك. السؤال الأول، هات من الأبيات مرادف ترتفع اللي هي عندنا تسامى، مضاد نقص اللي هي كمال، مفرد جوانب اللي هي جانب. تمام، ده علامة صح وغلط. يصل الإنسان بالعلم إلى أسمى المراتب صح. بالعلم تزول الشكوك وتتضح الشبهات صح. أكمل. إذا المرأة أمثل للعلوم محالفا تعبير مجازي حيث شبه الشاعر المراتب بالناس. هات من الأبيات كلمة على وزن المطالب، عندنا الغياهب. وبعد كده كلمتين لهم نفس القافية، عندنا كلمة المراتب والغياهب. تمام، بعد كده عندنا السؤال الثاني، حدد الفعل المضارع في الجمل التالية ثم حدد علامة الإعراب. أنت لم تهمل في أداء واجباتك. عندنا هنا تهمل ده الفعل المضارع وعلامة الإعراب السكون. لا تخالف التعليمات والقواعد، تخالف هنا وبرضه هتبقى السكون. لتعتني بنظافتك الشخصية هتبقى حذف حرف العلة. حذف حرف العلة. صوب. لم يحقق المصنع أرباحا هذا العام. عندنا يحقق هنا هتبقى تحتها كسرة. لتدافع عن وطنك في كل الأوقات، العين هنا هتبقى عليها سكون. لا تهمل في مذاكرتك هتبقى برضو عليها سكون اللام من الضمة. تخير. يقع أحمد في نقط مالية في ضائقة مالية. تمام، وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.